الشيء الآخر، هناك مصطلحات يجب أن ننقحها، يجب أن نكون صريحين مع بعض فيها، أرجو أنها ما تطول. هذه المصطلحات حينما تقول البيعة لا نجفل، هذا لمصلحة الحاكم والمحكوم أن تكون البيعة شرعية. البيعة الشرعية عبارة عن عقد بين طرفين، حقوق وواجبات على كل طرف، ليست البيعة عقد استعباد لأحد دون أحد. هذا أمر. الأمر الآخر قضية الحاكم الراعي والرعية. الراعي والرعية جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشبيه، لا يعني أن الناس أن الحاكم راعي والرعية بهائم، هذه غير واردة. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة لا نسلم أن يكون الحاكم حافظا للشرع أو الإمام حافظا للشرع، بل الأمة حافظة للشرع هكذا. ولا، وفي مقال آخر أو يعني عبارة أخرى في الفتاوى يقول ولا لأحد، والأمة يعني بكلها، وليس لأحد لفرد أن يدعي ذلك، وليس ذلك لأحد إلا الأنبياء فقط. هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا كلام السلف، وهذا كلام العلماء. أنا أنقل الآن نقولات العلماء. يعني لماذا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ دورنا أن نكون وحدة واحدة. لماذا نبرز شيء ونترك شيء؟ الحكومة التي المتوازنة هي التي توجد الوعاء الذي يحوي حلف الفضول الذي يحافظ على حقوق الكل. وأنا الآن أقول لنضع أيدينا كلنا، حكام ومحكومين، علماء وطلبة علم، مفكرين إسلاميين وغير إسلاميين، ونقول أمامنا وعاء الآن هو إن خير من استأجرت القوي الأمين. جميل. أنا أشكر لك يا دكتور محسن إتاحة الفرصة اللقاء بك والحديث عن الثورات العربية. سأختم بآية إذا تسمح لي. يقول الله عز وجل لبني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه لجميع الشعوب الثائرة.